السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة معانا عادل إمام، طالعين نقول ان هو بصحة جيدة وكويس جدا. هو اصلا طلع على السوشيال ميديا مش مع يعني مش عمل فيديوهات، لا، صحة جيدة وكويس جدا. واخد صور كتير مع كذا ممثل. ده ابن اخته باين حاجة زي كده دي. وناس كتير جدا من الممثلين طلعوا قالوا ان هو كويس، صحة كويسة. بس في ناس كانت بتزوره كتير من الممثلين والممثلات، اكتر من حد راح له البيت وقعد معاه وسلم عليه وخدوا مع بعض كذا صورة ونزلوها على السوشيال ميديا كتير. وبرضو في فنانة نزلت فيديوهات ليها هو والزعيم عادل إمام. يا ريت ندعيله بالصحة وربنا يديله الصحة كده، ربنا يديله الصحة ويخليه لأولاده، عشان بجد هم زعلانين عليه جدا. أكيد طبعا ده والدهم ويزعلوا عليه أكيد، عشان هو ده أصلا هو اللي يعني الحاجة اللي هي الروح أصلا بتاع البيت أو روح الحياة. وبالذات عادل إمام برضو متعلق بعياله جدا. محمد فنان برضو محمد عادل إمام ما عملش أي أعمال خالص السنة دي، برضو عشان قاعد لوالده يراعي ويقعد جنبيه، ما عملش أي أعمال زي كل سنة. برضو الزعيم ما عملش، ان هو كان تعبان جدا اكيد يعني. فربنا يديله الصحة ويؤمننا بعمل كويس. ان احنا بنحب اعماله جدا جدا، نحب مسرحياته، نحب افلامه، نحب تمثيلياته، بنستناها للسنة عشان خاطر ان هو بجد بيرسم الفرحة في قلوبنا، وبيرسم الضحك على وشنا. يعني بجد ممكن نسيب اي حاجة عشان نتفرج عليه. ممكن كمان فيلم مثلا قديم جدا شفناه 50 مرة، في وسط واحنا بنقلب كده نلاقي فيلم ليه نتفرج عليه، ونسيب كل اللي قدامنا ونقعد نتفرج عليه عشان نضحك، عشان بجد خلاص مفيش حاجة بتضحك الايام ديت. فياريت ندعيله ان ربنا يديله الصحة ان شاء الله، ربنا يديله الصحة السنة دي ويقوم لنا بعمل كويس جدا وحاجة كويسة تبسطنا وتبسط الجمهور كله. وابنه محمد عادل إمام برضو يعمل لنا عمل كويس جدا حلو كده دي. بسم الله ما شاء الله برضو على ابنه، مخرج كبير جدا وكويس، عمل له كذا عمل، وعمل لمحمد إمام برضو كذا عمل، كذا تمثيلية وكذا فيلم من إخراجه. فيلا بقى نفرح شوية، وعايزين خبر حلو جدا كده ان هو خلاص بقى صحة كويسة، وربنا يديله الصحة يا رب. وبصراحة اصلا هو معروف عادل امام بخفة الدم، ومعروف بالضحكة الحلوة هو وابنه محمد. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الواحد بيقعد جنبيهم اي فيلم، اي تمثيلية، اي مسرحية. انا ما شفتش انا عن نفسي متهيألي كده محمد عادل امام ما عملش اي مسرحيات، كله افلام وتمثيليات. بس بسم الله ما شاء الله تمثيله كويس جدا وحاجة حلوة اوي. بس يا خسارة منزلش بعمل السنة دي ولا عمل لنا حاجة حلوة، عشان والده الزعيم عادل امام كان بصحة متأخرة جدا، بس دلوقتي بقى كويس. وياريت لو انت معايا لغاية الآن تعملي لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس.